ببيضة واحدة بس هعمل معاكم الكيكة الجميلة القمر دي. عايزة اقول لكم حلوة جدا. اللي عاوز ياكل حاجة حلوة وما عندوش اي حاجة في البيت غير بيضة ونص كوباية دقيق يقدر يعمل الكيكة الجميلة دي. وهنعملها كمان في الطاسة على البوتاجاز. حاجة سهلة وسريعة وتحلية كده على طول على طول. في 10 دقايق هتكون جاهزة معاكي. شايفين حلوة ازاي؟ تحفة بجد. عايزة اقول لكم على طول على طول هتقومي تعمليها، لان مفيش اسهل من كده. قبل بقى ما تشوفوا الوصفة انزلوا بقى اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. شايفين حلوة قوي قوي قوي، كلها كده شوكولاتة في شوكولاتة، بجد تجنن، حلوة جدا. يا رب تعجبكم بقى الوصفة اللي انا هعملها معاكم النهاردة. طعمها في منتهى الجمال، وفي 10 دقايق هتكوني مجهزة احلى كيكة وفي الطاسة من غير فرن، تجنن بجد. تعالوا بقى ندخل على طول في طريقة التحضير. بصوا يا حبايبي، اول حاجة بجيب معايا هنا بيضة بدرجة حرارة المطبخ، بحط على البيضة فانيليا عشان زفارة البيض. بعد كده بنزل بنص كوباية من السكر، نص كوباية من الكاكاو محلى او خام عادي مش هتفرق، نص كوباية من الدقيق، ونص كوباية من الحليب. بعد كده هنزل كمان نص معلقة كده من البيكنج باودر ورشة ملح. بس هي دي مكونات الكيكة بتاعتي. هقلب كل الكلام ده مع بعضه كده بالشكل ده بالمضرب اليدوي لغاية لما كل المكونات تدخل في بعض كده. شوفي مفيش اسهل من كده. هجيب طاسة واحط فيها ورق زبدة. بعد كده بنزل الكيكة بتاعتي اللي احنا عملناها مع بعض في الطاسة بالشكل ده. يعني لو عايزين تعملوا حاجة بسرعة بسرعة كده مش عايزين تشغلوا الفرن اعملوا الكيكة دي حلوة جدا. بعد كده بتجيبوا بقى عصاية الشيش طاووق كده وتمشوها كده عشان بس تطلعوا الفراغات، عشان بس متبقاش مكتومة قوي. بعد كده بحطها على العين البوتاجاز ووطي عليها كده زي ما بتسوي الرز. بعد كده بنزينها بقى بعد ما بتستوي معايا بالشكل ده. بنزينها بصوص الشوكولاتة. عايزين بقى تحطوا صوص شوكولاتة كده، عايزين تحطوا نيوتيلا، فواكه اللي انتوا عايزينه بقى، كريمة اللي انتوا عايزينه حطوه. عايزه اقول لكم بجد وصفه في منتهى الجمال. شايفين حلوه ازاي؟ يعني احنا داخل علينا رمضان، لو عاوزين تعملوها بقى كده بعد الفطار في السريع كده وما كنتش عملتي حاجه حلوه، قومي اعمليها كده مع كوبايه شاي او شاي بلبن وبألف هنا. جميله جدا جدا جدا. واحنا مش هنقفل الفيديو غير لما ندوق الكلام ده مع بعض. تعالوا بقى ندوقها. حطيت بقى حته في طبق كده علشان نقطعها. عايزه اوريكم بس ان هي من تحت مستويه حلوه قوي، واخده لون تحفه. شايفين؟ هوريكم كمان من تحت، بصوا حلوه. شايفين لونها؟ تجنن. بيضه واحده ونص كوبايه دقيق ونص كوبايه حليب عملنا العظمه دي. تحفه يا جماعه، تحفه تجنن بجد، بتدوب في البق. لازم تجربوها بطريقتي. يا رب بقى الفيديو يعجبكم. اشتركوا في القناه واشوفكم تاني في فيديو جديد. باي باي.